يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، والناس في هذا اليوم على حالين: أولا حجاج بيت الله الحرام، فهم في هذا اليوم ينتقلون من منى من صباح هذا اليوم، أعني اليوم التاسع، ينتقل موكب الحجيج من منى لأجل الوقوف بعرفات الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعل الوقوف فيه ركنا من أركان الحج، فقال: الحج عرفة. الحالة الثانية حالة المسلمين في غير موسم الحج، فهم في هذا اليوم يشرع لهم صيامه، لأن صيام هذا اليوم يكفر سنة ماضية وسنة آتية، كما قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فيسن للمسلمين صيامه، ويسن لهم في هذا اليوم أن يكثروا من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وإخراج الصدقة وإعانة المحتاجين وبذل المعروف والتضرع بين يدي الله، عسى الله أن يمن بساعة إجابة فيسعد المسلم فيها ساعات أبدية إلى يوم القيامة. وأما الحجاج فهم في هذا الموقف العظيم في تضرع ودعاء، يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يلحون في الدعاء الله والتضرع بين يديه وسؤاله من فضله وكرمه. وفي مساء يوم عرفة فإن الله جل وعلا يكرم هذه الأمة بكرامة عظيمة، فإنه ينزل عشية يوم عرفة إلى سمائه الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويتجلى. وما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر ولا أصغر ولا أدحر ولا أغيض مما رؤي يوم عرفة إلا ما رأى يوم بدر. قيل: ما رأى؟ قال: رأى تنزل الملائكة يقاتلون مع المؤمنين. فيا إخواني في عالمنا الإسلامي، اغتنموا هذا اليوم، اغتنموه بسؤال الله ودعائه والتضرع بين يديه والإقبال عليه، عسى الله أن يمن بتوبة نصوح ويعيد علينا هذا اليوم وأمثاله، ونحن في سلامة في الدين والبدن والأهل والمال، وأن يتقبل من المسلمين من حجاج حجهم، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين آمنين.